السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هذا المكان الجميل، من هضبة المدينة العتيقة للرباط، وأجواء مشمسة ولله الحمد. اليوم بعد أيام كانت ممطرة بغزارة، وكذلك أجواء باردة، إطلالة جميلة في هذا الطقس الصحو. بحسب النشرات الجوية، غدا إن شاء الله ستبدأ أيضا الأجواء متقلبة. منخفض جوي سوف يهم مدينة الرباط، وكذلك الشمال والمناطق الغربية من المغرب. هذا هو المنظر من هنا لواد أو نهر أبي رقراق. وهذا منظر جميل لمدينة سلا كما تظهر من الضفة الأخرى، الضفة الشمالية للنهر. وهناك القنطرة أو الجسر، جسر الحسن الثاني رحمه الله، التي تربط بين العاصمة ومدينة سلا. لا زالت الحمولة جيدة للنهر كما تظهر. ومنظر خلاب. أترككم مع هذه المناظر الجميلة. وكأنها لوحة تشكيلية، وهي في الحقيقة لوحة طبيعية من الخالق سبحانه وتعالى ولله الحمد. الأجواء هكذا هي في واد أبي رقراق. هذا كورنيش واد أبي رقراق على مستوى مدينة الرباط كما يظهر. لا زال لون الواد لون داكن، لكن بدأ يخف شيئا فشيئا. حتى البحر يعني ما بقاش كما كان. سوف أقرب الصورة. يعني بدا واحد الشريط كما يظهر في آخر الصورة، بدأ يرجع اللون الأزرق شيئا فشيئا، ولكن لا زالت المياه تميل إلى اللون البني، نظرا طبعا لحمولة القادمة للواد من عدة مناطق وعدة أقاليم طيلة الأيام والأسابيع الماضية. حتى حركة القوارب التي تربط بين مدينة الرباط وسلا بدأت عادية، نظرا لتحسن الأجواء والأحوال بعد أمطار الخير والغيث النافع الذي عم ربوع المغرب. لا تنسوا إخوتي الكرام تفعيل الجرس، وكذلك إعجاب ليصلكم كل جديد. إن شاء الله سوف أقوم بجولات
في داخل المدينة العتيقة، نشوف أجواء تحضيرات لرمضان المبارك، وكذلك إن شاء الله في مناطق أخرى سوف أعلمكم بها إن شاء الله. وأشكركم على حسن التفاعل والإعجاب للفيديوهات السابقة التي قمت بها، سواء من الساحل الأطلسي أو الواد أبي رقراق. أثناء العواصف المطرية التي كانت في الأيام الماضية. مع هذه المناظر الجميلة سوف أترككم وأحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.